شايفين السلالم دي كل يوم بيطلع عليها فنانين من نوع خاص بينقلوا حضارتنا بإيديهم للعالم. اتجمعوا هنا في ربع السلحدار، أشهر وأقدم سوق للنحاس في خان الخليل. الربع موجود من أيام محمد علي. حكايته ابتدت لما السلحدار اشتراه واستخدم كوكالة في البداية، وبعد كده سكن لطلاب الأزهر، لكن مع تطور الأيام ضم ورش لأصحاب الحرف التراثية. حاج محسن، من أقدم الناس اللي موجودة في ربع السلحدار، حكاية الربع. في الربع السلحدار ده، هو السلحدار ده ليه جامع وليه سبيل، والوكاله والربع هم حاجه واحده. كانوا 3 ادوار، دلوقتي اللي موجود دورين. هو انا هنا من ايام جدي، انا كنت باجي من الازهر في الستينات سنه 64 65. ده محل جدي قدامه اهو، وده محل والدي اللي انا قاعد فيه. كل الشغل اللي هو الارابيسك ده والنحاس ده الظهر مع دخول الفاطميين مصر، والمنزل الاسلامي كان بيبقى في النص كده المنزل، وحوالين منه حاجه اسمها حضير او جنينه داير، وكان بيحطوا المشربيه والكراسي الارابيسك والفانوس والفوانيس. منها لسه دخل الاضاءه، ما كانش فيه كهرباء لسه. فهم كانوا بيعتمدوا على الفوانيس او الفناير. لو انت حتى بص انا ماشي على التراث القديم. معلمين الصنعة هتلاقوهم هنا، وارثينها أباً عن جد وعن حب. قبل كل ده اتعلموا الفن الإسلامي والفرعوني والفارسي وغيره من فنون، هتلاقوه منقوش بإيدهم على صينية أو كرسي أو نجفة وغيره برضه، ومنهم لمحلات الخان. احنا اصلا بننقش نحاس. كنت بشوف جدي بيكتب الخط العربي ال6 خطوط اللي هي الثلث والرقعه والنسخ والديواني والفارسي والكوف المورق والكوف المشجر. المهم بينقل التراث، فانا حبيتها. كنت ببص كده بعينيا اتعلم، بتمنى ان هو اكتب زيه، فطلعنا حبينا. فهي اصلا هنا كل الورش اللي هنا بيحيي التراث، عائلات تتوارثها الاجيال. انا الجيل الثالث، انا الجيل الثالث يعني والدي، وشفت جدي وكان في النقش النحاس. يعني انا مبسوط ان انا محتفظ بالتراث ده، لان انا من جوايا بحب الحاجات القديمه. مميز، مفيش غيرك. الله يديك الصحه. ولعشاق التراث الاسعار في الربع ارخص كتير، فبنصح الناس انها تتجه للورش دي وتشوف اسعارها الاول. ده حتى الاجانب عرفوا طريق الرابع. معروف تاني دور ارخص، لان تحت مع التورست بيعدي عليه كتير، لكن انا يطلع التاني دور هياخد يدوي، هياخد خامه كويسه وسعر كويس في تاني دور. وهو فاهم وقارف. دلوقتي النت ما خلاش. هنا تاريخنا منقوش بايدينا، لا فيه تزوير ولا غش، احسن كتير من المستورد اللي لا فيه روح ولا اتقان.